بالنسبه لجده وابو جده اللي بيبقوا راكبين المترو او اي مواصله، بيقعدوا يتكلموا معانا كده ويقولوا لنا انتوا جيل فاضي وجيل فاشل. يعني بالاحترام لجيلنا، احنا جيل كبير كبير برضو، احنا مش جيل صغير. انت متخيل يا حاج انت وهو لما ربنا كرمك كده وفتح عليك عشان تجيب شقة او تبني بيت او تبني شقة، قررت ان انت تستثمر كل فلوسك في شقة مساحتها 70-80 متر مع مساحة فراغية للسقف 200 متر؟ يعني انت واخد شقة سقف بتاعها على ارتفاع 5 متر، يعني وسعها على نفسك بالعرض عشان تعرف تعيش انت وعيلتك كده وبعد عمر طويل احفادك يعرفوا يعيشوا. يعني هو في احتمالين، والاحتمالين مش منطقيين. اول احتمال ان انتوا كنتوا طوال القامة، احتمال ده مش صح يعني. وتاني احتمال هو غريب شوية. وانتوا كنتوا عايشين على كتاف بعض ولا ايه؟ ليه السقف بعيد قوي كده؟ المرة الجاية لما تقعد مع جده يقولك انتوا جيل فاضي وجيل فاشل، قوله مش افضى منك يا حاج، مش افضى منك ومن دماغك العالية اللي انت كنت بتستثمر لفوق.